طلعتلكوا تاني بقى. هو اللايف اللي فات معرفش ليه ما كملش مع ندني، بس كان في حته مهمه قوي كان لازم اعيدها تاني واوصلها للناس. ازاي ناكل دهون وما نتخنش؟ احنا ما كملناهاش، مش عارفه ليه اللايف ما طلعش كامل. بصوا بقى، ناكل دهون وما نتخنش لما ناكل دهون بس ما معهاش حاجه تانية تخلي الانسولين يتفرز في الجسم. الانسولين بيتفرز لما ناكل كربوهيدرات، سواء كربوهيدرات ريفايند اللي هي يعني دقيق ابيض، او بالقشره زي فريك دقيق بني. فكل ده بيخلي الكربوهيدرات يتفرز بنسب عاليه في الجسم. الكربوهيدرات عموما هو بيبقى المفتاح اللي بياخد كل النيوترينز ويحطها جوه الخلايا. فاحنا ما بنحبش بياخد كل الفاتس ويحطها جوه الخلايا، فاحنا ما بنحبش الكربوهيدرات يتفرز في وجبه احنا واكلين فيها دهون. كمان الكربوهيدرات لو بناكل حاجه مسكره، كمان لو بناكل فاكهه فركتوز فهي بتتحول للجلوكوز. وكمان انتوا ممكن تلاحظوا ده على نفسكم، يعني لما بناكل مكرونه مثلا بنجوع بسرعه قوي، لما بناكل حاجات سكريات تورته مش عارفه ايس كريمز بتخلينا نجوع بسرعه، لان كل الفاتس مفتاح هيفتح ويروح واخد الفاتس دي كلها يرميها جوه الخليه. انا عايزه الدهون تروح لمجرى الدم وتاكتفني وتديني نشاط وحيويه وتاكتف الهرمونات. يبقى دهون ما تتاكلش ابدا مع حاجه تفرز الانسولين في الجسم. تاني حاجة عايزة أقولها يا جماعة، قصة إن الدهون خطر على القلب دي ميث، يعني دي أكذوبة. دكتور محمد عز أشهر دكتور في أمريكا، دكتور قلب أساسا، دلوقتي بيعمل حاجات يعني على التلفزيون مع حاجات كتيرة لايف كوتشنج وتخسيس، بس هو أساسا دكتور قلب. كان دايما يقول انه مشاكل القلب ملهاش علاقه اطلاقا، عامل ابحاث كتيره، واحنا اكشلي بنعالج مشاكل القلب بالكوليسترول، ملهاش علاقه اطلاقا بالدهون. مشاكل القلب اساسا بتبقى الضغط عالي فلازم نقلل الضغط، سجاير، توتر عصبي. فهي الثلاث حاجات دي اللي لازم نبص عليهم كويس، ملهاش علاقة بالدهون اطلاقا اطلاقا اطلاقا. كمان الكالسيوم الشارد اللي في الدم بيعمل شوية مشاكل على القلب، واحنا هنتكلم عنه باستفاضة وبنحل المشكلة دي ازاي. بيعمل حصاوي، هي دي المين اللي بتبقى المشاكل بسايد الالتهابات او الاكل اللي بيعمل التهابات في الجسم. كان مهم ان انا اطلع تاني عشان اقول لكم ازاي ناكل دهون بشكل امن وما نتخنش، والميث الاكذوبه اللي بتقول دهون تعمل مشاكل، اللي بتقول ان الدهون بتخن نصلحها. ويا رب يا رب يا رب صحه دايما عليكم كلكم. وان عجبتكم الحلقه تابعونا على الشانل بتاعتنا في اليوتيوب وعلى الفيسبوك. صحه دايما لينا يا رب جميعا. متشكره على مشاهدتكم. نطلع في لايف تاني نقول معلومه حلوه تاني. ميرسي، شكرا.